اصلاح وتصالح مع النفس تكون واثق انك هتحافظ على المجتمع اللي انت عايش فيه. محمد يمكن كلمني بعد ساعات ينطلق ماراثون زايد الخيري. عايز اقول على حاجه واخد راي الكابتن علاء بعد محمد في الكلام ده، لانه محمد عنده التفاصيل بتاعت الماراثون. هذا الماراثون يا جماعه لاول مره يتعمل في مصر، مش عمليه جري على فكره. الماراثون ده جاي من الولايات المتحده الامريكيه، يعني كان بيتعمل في امريكا. زي ما بيتقال كده باللفظ الدارج، عيال زايد اللي هم قاده دوله الامارات قرروا انه يعملوه في مصر لصالح مرضى السرطان، اطفال السرطان. البعد الاقتصادي والسياسي لهذا الماراثون بما يحمله من شعبيه في العالم كله جعله يتصدر كل الصحف العالميه. ماراثون زايد الخيري في مصر. بعد ساعات انا وناس كتيره مدعوه، ويمكن الكابتن علاء لو عنده وقت، ومحمد الشرقاوي اكيد مدعو، لان كان حريص السفير الاماراتي وكانت حريص وزاره الشباب والرياضه ان تدعو النجوم والمثقفين والصفوه الرياضيه والفنيه والثقافيه انها تحضر في ملعب استاد الدفاع الجوي ويجروا على شرف وجود في ربما تجدوا يعني المعلومات اللي عندي الرئيس عبد الفتاح السيسي ممكن يكون في الماراثون، الوزير خالد عبد العزيز موجود، السفير الاماراتي وربما يكون هناك احد من قاده الامارات، لان البعد المعنوي اهم. يا محمد قول لنا التفاصيل. لا، هو السباق متقسم للجماهير والطلاب والطالبات والمحترفين. كل فئة ليها جوائز معينة وليها يعني عدد معين من الكيلومترات. يعني مثلا بالنسبة لسباق الجماهير المسافة بتاعته يجروا فيه 5 كيلومتر. المركز الأول فئة الرجال، المركز الأول الجوائز 30,000 جنيه، المركز الثاني 20,000 جنيه، المركز الثالث 10,000 جنيه، الرابع 5,000، الخامس 4,000، من السادس للعاشر 3,000، من ال11 لل20,000، بمجموع جوائز 94,000 جنيه. بالنسبة للسيدات برضو بالنسبة عارف اللي اقول لك انا معلومه، عارف اللي سجل كام لغايه دلوقتي؟ 12,000 متسابق. ما هو مبلغ كبير بصراحه يعني. لا والبعد الخيري والبعد الاجتماعي فيه، يعني مش عايز اقول لك الموضوع عاجبني ازاي. انا متابع على فكره اللي اتقال في العالم كله، لحسن الناس تفكر ان ده جري والسلام. ده في رسائل كتيره جدا، منها مرضى السرطان وعلاج الاطفال والاستقرار في مصر. يعني الماراثون ده يا جماعه مشهور جدا في العالم. بس خد بالك لازم يناموا بدري، لان السباق هيبدا يعني المشاركين هيبتدوا من 6 ل 6 ونص مكان التجمع بتاعهم. بالظبط. فلازم يناموا بدري عشان يقدروا يجروا ال5 كيلو او ال10 كيلو حسب الفئات بتاعتهم. بالنسبه للسيدات في سباق الجماهير المركز الاول برضه 30,000، الثاني 20,000، الثالث 10,000، الرابع 5,000، الخامس 4,000، من السادس للعاشر 3,000، ومن ال11 لل20 1000 جنيه. نفس برضه قيمة الجواز، يعني هم مش مفرقين بين الراجل والست. طب في كلمة ونص، ايه رأيك انت كراجل بقى؟ بكلم علاء نبيل كنجم ستار، عندما تجد هذا الحدث وابعاده ورأيك الشخصي. ده حاجة جميلة طبعا، حاجة جميلة جدا. يعني انا برضو ساعات في يوم الجمعة كتير بشوف السباق الدراجات ده ببقى في شارع العروبة كده ماشي، بتبقى حاجة جميلة جدا يعني. فطبعا دي حاجه يعني حضرتك قلت رقم دلوقتي انا مستغرب. 12,000 على مستوى الجمهوريه سجلوا، وفي اقل من 3 ايام. 12,000 ده عدد كبير مش صغير يعني. فدي لفته جميله والعالم هينظرها يعني. بتمنى هي تخلص يا رب على خير وتسمع ان شاء الله يعني. يعني يبدو أن غدا أو بعد ساعات في الدفاع الجوي سيكون الماراثون، وفي تمام الساعة 4 افتتاح الأولمبيات الخاص الذي يشارك فيه عدد كبير من الدول برعاية السيد رئيس الجمهورية. بشكر الإخوة في الاتحاد اللي بعتوا لي دعوة شخصية وللبرنامج كرة بلدنا على شرف رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبقول إن الناس في الأولمبيات الخاصة محمد عاملين شغل أكثر من هايل، يمكن أنتم متابعينه في المصرية. بالظبط. لا وكمان الافتتاح بكرة هيبقى موجود فيه الفنان تامر حسني، هيغني أغنية في الافتتاح. أيوة. وعدد برضو من الفنانين المهتمين بالأولمبيات الخاص زي الأستاذ حسين فهمي. أيوة. هيلقوا كلمة برضو، بجانب طبعا كلمة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. وكل طبعا ودي هيلقاها بالنيابة عنه وزير الشباب والرياضة. لأن يمكن في ارتباطات للسيد رئيس الوزراء. يمكن انا دي فاكسات البرنامج وحاجات كتيره جات لي عن موضوع الاولمبيات الخاص، ولكن انا بشكرهم وبتمنى لهم كل توفيق.